يواصل الجهاز الفني للنادي الأهلي اليوم الاثنين الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام بتروجيت بالدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي داخل القلعة الحمراء، لا سيما بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بمجموع المباراتين أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا من الدور قبل النهائي بسبب قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين. الأهلي افتتح مشواره في الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندري، ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وفاز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبيا مع إنبا، ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد، ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق، ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق، ثم فاز على مودرن سيبورت بثلاثية مقابل هدف، ثم فاز على بتروجيت بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على غزل المحلة بهدف دون رد، ثم واجه الإسماعيل وفاز برباعية دون رد، ثم تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ثم فاز على حرس الحدود بهدف دون رد، ثم فاز على طلائع الجيش بهدفين دون رد، ثم خسر من الزمالك 3-0 اعتباريا، ثم تعادل مع بيراميدز 1-1. وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1-9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز. ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل. مباراة الأهلي وبتروجيت تقام في 8 مساء الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري. وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي 2023 إلى 2024، وذلك للمرة 44 في تاريخه. تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبتروجيت مع وجود استوديو تحليل يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.